اهلا بيكم، جايلكم في فيديو جديد وهنعمل مع بعض بقى ايه. طريقة المحشي الكرنب. هقول لكم بقى ايه تعملوه بطريقة حلوة قوي، والنتيجة هتبقى يعني الكل بقى هيقعد يقول لكم ايه الطعم الحلو ده. بصوا، انا معايا كيلو ونص من القوطة، غسلها كويس ومقطعها علشان اضربها في الخلاط، ومعايا 3 قرون من الفلفل الاحمر. هو مش حراق، هو فلفل رومي. هضربه مع القوطة عشان يديها لون، ومعايا 4 بصلات هضربهم في الكبة. انا الكبه بتاعتي ما بتنعمش قوي، لو كبتك بتنعم قوي قوي ما تعمليش فيها الا البصل، لان البصل الناعم دوت هيشرب الزيت منك، وكل ما هتحطي زيت مش هتلاقيه. حطيت بقى، جبت حله وحطيت فيها شويه زيت، حوالي نص كوبايه زيت كده، وحطيت فيهم الاربع بصلات، ومعايا ميه على النار احط فيها معلقه من الملح ومعلقه من السكر، وعلى ما البصلايه تتحمر والميه تغلي هروح انا بقى ايه اضرب القوطة في الخلاط، وهحط هنا كمان معلقة كمون علشان الكرنب اللي هحطه في المية ما يطلعش ريحة. ما تفتكروش ان البصل اتحرق ولا حاجة، لا، هو البصل كده حلو قوي، انا مش عايزة ولا بصلاية نية في البصل. خلاص، يبقى كله متحمر ومستوي، واحط عليه معلقة صغيرة من التوم، او نص معلقة كبيرة، وكده خلاص ضربت القوطة والفلفل في الخلاط. ولو عندك قرن فلفل احمر حراق حطيه برضو، اضربيه في الخلاط. هنزل عليهم بقى بمعلقة سكر كبيرة، وهسيب البصل مع القوطة كده يتسبكوا مع بعض. كده انا خلاص خلصت بقى ايه من تسبيكة الصلصة. هبدأ بقى ايه اسلق الكرنب. على ما اسلق الكرنب واقطع الخضرة واغسل الرز وكده، هكون الصلصة بتاعتي اتسبكت وبقت زي ما انا عايزاها. معايا الكرومبة ديت، الكرومبة اللي بتحبيها كبيرة صغيرة. هو انا لما نزلت بصراحة اجيب الكرومب، انا مش بحب اجيب الكرومب الكبير قوي، لانه بيبقى صعب في ان انا اقطع منه الراس وكده. فانا بحب اجيب الصغير، وقلت كمان الصغير حلو قوي للي لسه مبتدئة هتعرف تعمله، وكمان صغيرة تحطيها في الحلة هتنزل زي ما هي. المية سخنت معايا، مستنيش المية تغلي، المية تسخن بس. هتنزلي فيها الكرنباية على وشها زي ما انتوا شفتوا كده، احطها دقيقتين تحت ودقيقتين فوق. خلاص. ما تطوليش على الورق، لان ده ورق، لو سويتيه قوي هيتهري منك ومش هتعرفي تلفيه. فلو انتي طلعتيه ني شوية هيستوي معاكي على البخار، لكن لو طلعتيه مستوي على السخونية هتبصي تلاقيه اتهرى. فالله يخليكي، لو انت هتعملي الكرنب خلي بالك من الحركه دي. هتسيبي كل اللي في ايديكي وهتقفي جنب الكرنبايه بتاعتك، هتبداي بقى تسحبي ورقتين ورقتين كده بالترتيب، وجنبك طبق فيه مليان ميه. هتسقطي فيه الكرنبايه وتطلعيها الورقه وتطلعيها. همسك بقى الورقه اتنيها كده زي ما انتوا شايفين، والعرق بتاعها ده انا هشيله خالص. والورقه عشان صغيره هقسمها على 2، على 3 هتبقى صغيره قوي. حابة تقسميها على 3 وتخلي الصباع المحشي صغير معاكي قوي، ماشي، بس انا شايفة ان هو على 2 حلو، قد صباع ايديكي هيبقى حلو. وجبت الخضرة هي بقى، قطعت بقى كل الورق دوت، والخضرة معايا بقدونس وشبت وكزبرة. هنضفهم وهروح اغسلهم، تغسليهم قبل ما تقطعيهم. ما ينفعش تقطعي الخضرة وبعد كده تغسليها، اي خضار عندك بيتغسل قبل ما بيتقطع. خلاص كده جبت كيلو من الرز. هعمله. غسلته الاول. لازم تبصي في الرز بتاعك، ممكن يكون فيه طوبة، فيه اي يعني حاجة قشاية، وتشيليها وبعد كده تغسليه. غسلته وصفيته، ما خليتش فيه ولا نقطة مية. اهم حاجة ما يبقاش الرز بتاعك فيه مية، عشان المحشي بتاعك ما يبقاش صايص. نزلت بالخضرة، ودلوقتي نشفت خالص على الصلصة بتاعتي واتلسعت من تحت اهيت. اوعي تفتكري انها اتلسعت وباظت، انا عايزة اقولك ان اللسعة ديت هتدي طعم المحشي في حتة تانية خالص. جربي كده تنشفي خالص خالص على الصلصة بتاعتك وتعملي بيها المحشي. اتحداكي لو انتي ما قلتليش ان المحشي بتاعي مسكر وجميل. طبعا انا حاطه سكر في الصلصه وحاطه سكر في ورق الكرنب، هتلاقي المحشي بتاعك ده زي العسل. احط بقى معلقه كبيره من الكمون، ومعلقه كبيره قوي من الفلفل الاسود، ومعلقه كبيره من الكزبره. خلي بالك احنا ما حطيناش اي حاجه على صلصه غير معلقه سكر بس، كل البهارات هحطها كده على الخلطه. وحطيت شويه شطه، وهحط بقى مكعبين من المرقه كده. عندك بهارات محشي حطي، ما عندكيش حطي كل المكونات ديت. الكزبرة الناشفة جربيها في المحشي، حلوة قوي، بتودي المحشي في حتة تانية خالص. طبعا انا بحط ملح، مش هحط ملح كتير
علشان خاطر الفلفل والكمون، الفلفل الاسود والكمون بتاعي عليهم ملح، فمش هزود ملح. المحشي بتاعك لما يبقى مظبوط احسن ما يبقى حادق. حط بقى شوية زيت كده، ربع كوباية زيت، وادي شوية بابريكا عشان برضه اعزز اللون. عندك صلصة بتاعة العلب حطي. همسك بقى العروق اللي احنا طلعناها من ورق الكرنب هحطها هنا، والورق الاخضر اللي احنا سلقناه هنفرشه بقى على الكرنب المتقطع صغير ده. وابدا بقى اقطع الورق بتاعي. انا كده لفيت الحله بتاعتي كلها. اجيب بقى ايه على قد 4 صوابع بالظبط. ليه بقى؟ علشان خاطر الورقه بتاعتي تبقى ملفوفه كويس قوي وما تفكش مني. ما بصش الاقي الحله كلها مليانه رز والصباع فاضي. فانت ايه، ما تحطيش رز كتير، ولفي الصباع بتاعك جمدي عليه، ومره على مره هتلاقي نفسك شاطره وبتعملي لوحدك. طبعا انا ما كنتش شاطره كده لولا اتعلمت مع الوقت ومره على مره. بصوا، برص المحشي كله في اتجاه واحد. بصوا كلها رصه واحده ازاي، والرصه اللي بعدها بعكس الرصه، يعني في اتجاه كده، لا هعكس الرصه الناحيه التانية. كده خلاص خلصت الرصه وعملت الفلفل دوت. لازم تحشي قرنين فلفل مع الكرنب، هيديله طعم حلو قوي وريحة حلوة قوي. وعندي الشوربة بتاعتي دسمة وجميلة، الوراك بتاعتي كانت كبيرة. هبقى انزل لكم الفراخ المسلوقة ديت في فيديو لوحدها. هبدأ بقى ايه احط الشوربة بتاعتي. بصوا، هي الشوربة بس تغطي الطبقة اللي تحت، ما تبقاش الشوربة عايمة على الوش. انا عندي الورق بتاعي مسلوق ومستوي، بس هسوي الرز. خلاص كده بقى ايه، هنحط بقى ايه الطبق دوت، واضغط تحت كده علشان المحشي بتاعي ما يفكش. بصوا بقى المحشي عامل ازاي، ولا رز طلع. حتى لو الرز طلع مش كتير، المحشي زي ما هو، الصوابع ما فكتش كده. خلاص بعد لما استوى هجيب بقى الصينية بتاعت الاكل معايا، وهقلب الحلة دي عليها. وهنا بقى سأسكت قليلا. بصوا بقى قلبت الحلة وشلتها. الحمد، دي الورقة الخضراء اللي انا بقولكوا هنحطها على الورق المتقطع ده، عشان الحلة ألمونيا فممكن تلزق معايا، لكن الحمد لله ما لزقتش ولا اي حاجة. هلم بقى الكلام ده كله ارميه. وكده عندي المحشي بتاعه، بصوا مرصوص رصة جميلة قوي، وقلبته اتقلب ما اتلسعش ولا حاجة. وحطيت بقى الفراخ بتاعتي كده على الوش. يبقى كل المحشي بتاعي والفراخ في طبق واحد، ما وسختش كذا طبق. وعلى فكرة بره بيقدموا الاكل بالطريقة دي على الصواني اللي زي دي. خلاص، وحطيت الفلفل اهو على الوش، وعملت شوية بقى لسان عصفور نبلع بيه المحشي. وعندي لفت اهوت، كنت عاملة اللفت ده قبل كده بس مش ده بقى. لما خلص جبت لفت جديد وحطيته في المية، هي طلع جميل قوي. بس زودت شوية مية وملح، مية مغلية وسبتها تبرد، وزودتها مية وملح. وكده خلاص اكون بقى ايه المحشي طعمه حلو قوي. ومع السلامة، اشوفكم فيديو جديد.